احنا دلوقتي في شارع الازهر، واحنا بنحب حي الازهر كله وبنحب سيدنا الحسين. فاحنا جايين النهارده كل سنه وانتم طيبين وبمناسبه رمضان، وجايين نفطر مع حبايبنا جماعه كده ان شاء الله، مع حبيبي واخويا وصاحبي محمد بيه، وبيقول له كل سنه وانت طيب، ويا رب رمضان كريم ويعود علينا وعلى مصر كلها وعلى الدنيا كلها بخير يا رب. يعني ده شعور جميل طيب منك حبيبي. طبعا احنا النهارده في لقاء المحبه ما بين المسلم والمسيحي. النهارده دي وحده وطنيه، ما فيش فرق ما بين مسلم ومسيحي ابدا. النهارده اللي عازمنا وعامل لقاء المحبه ده اخويا هاني. الله يخليك. الله يخليك. اللي هداني المصحف في اول يوم في رمضان. الله يبارك لك. ده شعور جميل وطيب، وده حاجه معهوده من زمان، الاخوه اللي بينا ما بتنقطعش. الحمد لله عاده، ويا رب يديمها عاده دايما يا رب. ويا رب اعلم ابني الصغير انه يعملها من بعدي، واعلم بناتي. انا بناتي دلوقتي بيفطروا مع اصحابهم المسلمين في حته بعيده برضه هنا، يعني احنا في الحسين هنا، هم بيفطروا برضه مع اخواتهم المسلمين. ودي عاده احنا ما بنقطعهاش. اهلا وسهلا بيكم. انا اسمي هاني واصف، مصري من احلى حته في مصر، من منطقه الحسين ومن منطقه الجماليه. واهلا بيكم في افطار المحبه، واهلا بضيوفي الاحباء، سياده اللواء احمد زغلول مساعد وزير الصحه، مستشار وزير الصحه، عدنان بيه احد رجال الاعمال من الاردن، فرانسي فيليب. احنا متجمعين في محبه الله اولا واخيرا، والمحبه دي المحبه لا تسقط. ده قول يعني قداسه البابا الانبا تودس، قال لك المحبه لا تسقط، وفعلا المحبه لا تسقط. فلما بنحب بعضنا وبنحب اخواتنا وبنحب اهلنا وبنحب اسرتنا، هنحب الوطن اللي احنا عايشين فيه، هنبذل فيه اكبر جهد عشان نحقق له كل اللي احنا نتمناه الاول، ونرفع من شأن بلدنا. والمحبة طبعا محبة الجار، محبة الأسرة، محبة الأهل، محبة الزوجة، محبة الأولاد. عد تحت ظلال المحبة دي أولا وأخيرا محبة الله. طالما حبيت الله هتحب البشر كلها، وبيقولوا من أحب الله حبب فيه خلقه. أنا كنت عايش في طبعا حي شعبي وكده، فكان عاداتنا وتقاليدنا في رمضان كنا نفطر مع اخواتنا المصريين. احنا كمسيحيين بنفطر مع اخواتنا المصريين المسلمين، وكان في بعض الاحوال، وكان في بعض الاوقات ان احنا كنا بنمسك خدمه مائده رحمن. كنا بنعمل مائده رحمن، كنت بنزل اخدم مع اخواتي المسلمين في المائده، وكنا بنقف ونصوم واوقات نصوم في صيام شهر رمضان. كان بيجي علينا صيام الرسل، كنا بنصوم في صيام شهر رمضان معاكم ومع كان كله بيصوم. والله انا بقول لحضرتك كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه الشهر المبارك، وبشكر اخويا وصديقي هاني بيه واصف على افطار المحبه اللي احنا متعودين كل سنه يعزمنا فيه، وديت يعني البدايه اللي احنا لازم نقول ده الحب الحقيقي. المحبه ده حب كل حاجه. يعني حضرتك لو حبينا الوطن هنعدي كتير، هنحب مدرستنا، هنحب شغلنا، هنحب اصدقائنا، هنحب جيراننا، هنحب كل الاديان. اللي دخل علينا خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا دول ده مرتب له من بعد حرب 73. يعني احنا بعد حرب 73 بعتنا رساله عالميه ان الوطن العربي الوطن الاسلامي مصدر تهديد كبير جدا جدا لدول العالم باتحادهم ومحبتهم. لقوا ان الجندي العربي، مش هقول الجندي المصري عشان احنا ما كناش جنود مصريين فقط اللي بنحارب قدام العدو الاسرائيلي، لا ده كان كل الوطن العربي بقلوبه وبكل امكانياته واقف مع الجيش المصري عشان نحارب.
هدوا في كيان مجتمعي كان متماسك. المجتمع المصري والمجتمع العربي كان يسوده المحبة والحب والوئام والاحترام ما بين الكبير والصغير. لقوا ان الجندي المصري خارج من هذا النسيج المحترم، فبالتالي لازم يتعامل مع هذا النسيج بالشكل اللي احنا شفناه دلوقتي. تاني حاجة، اتكسرت الثقافة. الثقافة كانت في الوطن العربي مستوى غير، يعني احنا كنا واحنا صغيرين كان مدرس اللغة العربية كان يدينا بيت الشعر باللغة العربية ويترجمه لنا باللغة الإنجليزية. أنا كنت متربي في مدرسة اسمها العائلة المقدسة، وكل أصدقائي تقريبا من المسيحيين، وكنا بنعتز بالمدرسة. وناظر المدرسة بتاعي أنا بشرف فيه لغاية دلوقتي، ربنا يديله الصحة، بنزوره ونشوفه، مثل إلياس صادق معوض ناظر مدرستنا، وكان ليه يعني دور كبير في يعني بناء شخصيتنا. لكن عشان مجتمعنا يرجع تاني لعاداته وتقاليده السابقة والرؤية اللي كنا حاسين بيها لأبنائنا وأبناء جيلنا، إن هم يكونوا الفرس اللي بيشد الدولة للأمام، لازم نمرة واحد التعليم التعليم التعليم. حاجة التانية، لازم النسيج المجتمعي يرجع تاني متماسك. لازم نحسس الأسرة إن هي الكيان الأصغر للوطن الأكبر. في فترة رمضان أهم شيء بيكون إنه تواجد العائلة بين بعضها. عم نحكي العوائل الكبيرة عندنا بالأردن، التواجد، وهي نفس مصر يعني كله بيحب يزين الفوانيس في بيته ويزينوا البيوت و بيحبوا إنه يكونوا مجتمعين مع بعض معظم الوقت. بتحس في رمضان وزي ما أنت شايف المحبة بين الكل، والسيد هاني اللي عزمنا كمان، ومبينه انه يعني البلد والشعب بحب بعضه. الاوطان بتقام بشبابها، لازم نشتغل ولازم نعرف ان قيمة العمل هي اللي هترفع من شأن الوطن، ولازم نحس ان مصر دي يعني مش دولة عادية. مصر السلام، مصر الحب، مصر الامل، مصر المستقبل ان شاء الله، بايد ولادها وبايدينا كلنا، احنا اللي هنشدها للامام ان شاء الله. بس نشتغل ونتقي الله في كل حاجه، نتقي الله في كل حاجه، نخاف ربنا. اي حد يخاف ربنا ان شاء الله ربنا هيكرمه. الغزل اللي احنا وصلناه، الولد المسيحي كان في الاول وهو داخل الجامع عنده رهبه، عنده مشدود. بعد 5 دقايق او دقيقتين بالظبط بيلعب في الجامع عادي مع بقيه الاطفال المسلمين. كذلك الطفل المسلم لما دخل الكنيسه في مشدود، تلاقيه مشدود يعني عنده رهبه. فمن هنا اي طفل هيتقال له حبيبي، مثلا هتوجه له افكار خاطئه، حبيبي في الجامع بيقتلوا المسيحيين، هيقول لهم نو انا دخلت ولعبت في الجامع. هيدخل الكنيسه، الطفل المسلم هيدخل الكنيسه يقول له بيخطفوا المسلمين جوه، هيقول لهم نو لا انا دخلت ولعبت. دي المفروض رساله سفراء السلام. مصر هي في المقدمه وهتفضل في المقدمه. احنا صدق المشروعات اللي تمت خلال السنتين ونص اللي فاتوا مشروعات لا يتم تنفيذها الا في عشرات السنين. ليه؟ عشان في اراده سياسيه عندها وعي ان فعلا الثروات الطبيعيه دي لازم تظهر، ولازم الكوادر المصريه الشابه تأدي دورها ونقف معاها. فاحنا يعني الحمد لله رب العالمين وصلنا للبدايه الصحيحيه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. املانين وعندنا امل كبير ان احنا نوصل في الطريق المظبوط. العلم، الثقافه، الصحه، النسيج المجتمعي، ال4 حاجات دول انا شايف ان هم اللي هيبنوا الامه المصريه ونوصل لكلنا نبغى له.